ايه بقى؟ ما هو انت كنتوا بتقولوا التعليم بايظ نتج عنه اهلاويه كتير، فنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنحاول ناخد البهريز. السلام عليكم جماعة، بهدوء. اللي قال التصريح دوت مش عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك ولا حتى ماسك أدمن في صفحة نادي الزمالك. لأ يا جماعة، اللي طلع يقلل من جماهير الأهلي اللي هي أكبر جمهور كورة في مصر والوطن العربي ده يبقى نائب رئيس البنك الأهلي، يعني موظف حكومة. يا جماعة لازم اعتذار رسمي، والله لازم اعتذار رسمي من الدولة على البني آدم ده طلع قاله ده. التدريب والاستثمار في البشر، ما هو في الاخر في بشر هم اللي بيديروا الكلام ده. لو انت استثمرتي في البشر الحمد لله، دي افضل حاجه فينا. عشان كده بنوك ناجحه. وهم اللي بيديروا البنوك بتاعتنا طلعوا زملكاوية، وانا اقول البنوك بتاعتنا مش فالحة ليه؟ يعني انت شايف ان البنوك بتاعتنا ناجحة؟ طب ما دام ناجحة قوي كده، ما تخلي واحد من الناجحين اللي بيديروا البنك دوت يدير نادي الزمالك ولا حاجة، يمكن يفلح هو كمان، يمكن. يعني ما تعلمش يا جماعة، البنوك بتاعتنا خربانة والدولار كل يوم بيعلى، ويقول لك البنوك بتاعتنا ناجحة عشان اللي بيديرها زملكاوية. يعني يا جدعان، قسما اقسم بالله العظيم دي مغيبة. يا جماعة انا بنشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيش اي زملكاوي يمسك اي مؤسسة حكومية. والله العظيم بتكلم بجد يا جماعة، ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟